مش هقول لكم بقى على الكيكه اللي هنعملها النهارده، اللي هي تعتبروها بقى كيكه الحليب الساخن عادي، تعتبروها كيكه حليب تركيه برضو عادي، تعتبروها كيكه اسفنجيه برضو عادي. بس انا هو بصوا، هي لها معنى برضو او لها اسم، اللي هي القشطوطه، لو انتوا اكيد عارفينها. او كيكه الحليب التركيه، اللي بتبقى عباره عن ميكس حلو خالص بين الكريمه والصوص الكراميل والكيكه الاسفنجيه. الوصفة النهاردة سهلة وبسيطة، وأتمنى لو أول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة واعملوا لايك وشير للقناة. هنبدأ النهاردة في عمل الوصفة. هنبدأ بالمكونات، اللي هي 4 بيضات، عليهم كوب ونص سكر ناعم بودرة، لو مش لازم يكون ناعم بودرة عشان خاطر يختلط بسرعة بالمضرب، ونص كوباية زيت. عندك المضرب اليدوي ينفع، عندك المضرب التاني اللي هو بتاع البيض، اللي هو اللي في الكهرباء ده برضو عادي، بس انا هستخدم المضرب التاني. مفيش اي مشاكل، اللي موجود عندك عادي خالص. هنبدأ بقى نضرب البيض مع بعض لغاية ما يفتح. بصوا، لازم يفتحها على قد ما تقدروا، افتحوا فتحوا الخليط على قد ما تقدروا. هتبداي بقى تحطي السكر بالراحه وتضربي بالمضرب لغايه ما لون البيض يكون لونه ابيض معاكي. بالراحه، بيكون خطواتك كلها سهله، مفيش خطوات كتير. الخطوات سهله ومفيش ابسط من كده. هتبداي بقى تحطي نص كوبايه الزيت اللي عندك. هي المكونات عباره عن ايه؟ 4 بيضات، 1.5 كوب من السكر الناعم البودره، نص كوبايه من الزيت. الخليط ده بنضربه مع بعض. بعد كده بنحط عليه المكونات التانية الجافة. هنا بنحط الزيت شويه بشويه، بس انصحكم ما تحطوش في الخطوه دي خل، لان هي بتبطئ شويه تفتيح البيض. فاحنا بنسيبه المرحله بعد كده، يعني بعد ما نفتح البيض، وزي ما انتم شايفين كده. على فكره الكيكه دي جميله خالص، تنفع في التورت، تنفع في الجاتوهات. خطواتها مش كتير، مش مكلفه. تقدري تعملي بها اي حاجه تحبيها. هنا بقى هنبدأ ننخل الدقيق، كوبايتين من الدقيق. يبقى احنا قلنا المكونات السائله ايه؟ نص كوبايه من الزيت، كوبايه ونص من السكر الناعم البودره، و4 بيضات. بعد كده بتنخلي عليهم 2 كوبايه من 2 كوب من الدقيق، وهنحط معلقه صغيره من الملح، و2 معلقه برضو، كل واحده صغيره، يعني يعني معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، او بمعادل معلقه كبيره من البيكنج باودر، او كيس بيكنج باودر. وبس، ما فيش ابسط من كده. وشويه فانيليا، شويه فانيليا سايله، او معلقه فانيليا لو هي بودر وكده. كده الخليط معانا تقيل شويه. هنبدا بقى نعمل له ايه؟ اللي هو كوبايه اللبن على 6 مكعبات زبده. هنا برضو حطيت في الخطوه دي الفانيليا. وتبداي برضو تحطي فيها شويه من الخل برضو، عشان برضو يمنع شويه من الزفاره، بس احنا حاطين فانيليا برضو. هنا كوبايه لبن على النار بتغلي، وفيها 6 مكعبات من الزبده، او بيعادل كوب من الزبدة عادي، او 6 قطع، يعني تبع ما تحبي او تبع ما يكون متوفر عندك. بيغلي كده زي ما انتوا شايفين على النار، غلوة واحدة بس وتقليبة كده بس. هنبدأ بقى نشيل الخليط من على النار ونحطه على الخليط. ما تخافوش برضو وانتوا بتحطوا على الخليط يكون مغلي عادي، احنا كده كده اصلا عملنا البيكنج باودر، مش هيبطل عمل البودر. وخلاص احنا خلصنا قلبناه في الخليط، فمش ما تخافوش من الخطوة دي. هتبدأوا بقى كده بتخفوا الخليط، اسمها بنخفه. من هو كان تقيل هيبدأ يخف معنا بقى بالطريقة دي. هتقلبي كده في اتجاه واحد وما تخافيش بس. هتبداي بقى تجيبي صينيه تبع المقاس عندك، صينيه الومنيوم، صينيه بايركس، اي صينيه عندك. انا هنا استخدمت البايركس عندي الازاز، عشان بعد كده هزينها فيها. انت عندك اي صينيه اي مقاس عادي براحتك، عايزاها دائريه، عايزاها مستطيله برضو براحتك. هندينا ماده دهنيه، السمنه. وبعد كده بتحطي ورقه زبده عليها، لو مش عندك ورق زبده برضو عادي خالص. هتبداي بقى تحطي الخليط زي ما انتوا شايفين، كل الخليط كله في الصينيه، بس نزلناه كله. بصوا بقى، ما اقولكوش، الخطوة دي مش شرط تزينوها بقى بعد ما تطلع من الفرن على كوباية شاي كده ولا كوباية نسكافيه. مش هقولكوا على الكيكة السخنة دي، طعمها في حتة تانية.
هنا بقى هنجيب اللي هو عيدان الشيش طاووق، او لو عندك مش عندك اللي هي الخله، تبداي بقى تطلعي الفراغات او المسامات اللي فيها عشان خاطر المسام بتاع الكيكه يكون حلو. بس او تخبطيها كده خبطتين بالراحه، بس برضو عشان ما انصحك، دي صينيه ازاز فبالراحه وانت بتخبطيها، عادي خالص مفيش اي مشاكل. هنا بقى عايزين نعمل صوص الكراميل. لو عندك كراميل جاهز بقى ومش عايزه تتعبي نفسك، عادي خالص. مش عندك، انا هقول لك بقى على صوص الكراميل. هتعملي ايه؟ كوب من السكر في طاسه على النار، تبداي تسخنيه، وتكون انت مجهزه بقى نص كوب من الميه، عليهم معلقه من النشا، وبرده كوب من اللبن، ومكعب زبدة او معلقة زبدة، عشان خاطر هنهدي بها السكر كده. اول ما يعمل كده عمل معنا لون الكراميل. بس بصي، خليكي سريعة، لا اما تكوني قدامه ويكون نار هادية او نار عاليه وتكون واقفه معايا، عشان ممكن يتحرق منك. هنا حطينا الزبده على الكراميل، وبعد كده حطينا النشا بالميه، وهنحط اللبن. هو هيكعكل معاكي وهينشف كده وكده، بس ده كله عادي، خليكي ايدك سريعه. هيبدا يكعكل وبعد كده يخف معاكي، وبعد كده هيبدا يتقل. انت هتشوفي معايا الطريقه، ما تخافيش، خطوات سهله وبسيطه وعلى فكره هي اي حد يعرف يعملها. هنا بدأ يبقى خفيف، وبعد كده هيبقى تقيل. بصوا بقى، بينقل الوصفة في حتة تانية، تحفة. هنا بقى عايزة اقولك بقى هتطفى عليه امتى؟ لما تعملي بالاسباتولا وتحط ايديكي فيها كده، لو نزلوا على بعض يبقى هو لسه عايز كمان يتقل، لو هما مش نزل الخليط على بعضه عادي، ما يبقى كده خلاص الوصفة معاكي حلو. هنبدأ نعمل الكريمة بقى. تقدري تستخدمي الكريمة العادية الخام اللي بتضيفي لها سكر، او تستخدمي الاكياس الكريم شانتيه اللي هي الاكياس العادية، بس عامة الاكياس ما بتعوزش سكر. اما هنا انا مستخدمة الكريمة العادية، حطيت لها كوب من الكريمة، عليه نص كوب من السكر الناعم البودرة. بنصحك تجيبي تعمليه سكر ناعم، ومية متلجة بقى، يكون التلج فيها زي ما انتم شايفين في الكوباية، او لبن ساقع برضو او بارد زي ما تحبي. انا هنا استخدمت ميه متلجه. هنبدا بقى نعمل الحليب اللي هنسقي بيه الكيكه، اللي هي عباره عن ايه، نص لتر او ما يعادل كوبايه كبيره من اللبن. عايزه تعملي لتر عادي براحتك، بس انا هنا برضو ايه، ما بحبش فيها الحليب بيكون كتير قوي، بس هي الوصفه دي لازم يكون فيها الحليب في الارضيه برضو. انا استخدمت كوبايه على معلقه كبيره من اللبن البودر، وبعد كده بضيف عليها شويه فانيليا. ده هنسقي بها التورته. كده احنا طلعنا التورته، طلعنا الكيكه من الفرن. ونسيت اقول لك ان تحطيها على درجه حراره 200، او لو عندك فرن اللي هو ليه مروحه ولا كده، بتحطها من تحت وما تشغليش الشوايه، هي كده هتديكي اللون الحلو ده. هنا بقى بصي، انت عايزه تختبري الكيكه تكون حطاها من النص، ما تطلعش معاكي اي حاجه، لازم النص. تقدري لو حطيتها من الجناب وما طلعتش، ممكن النص تكون لسه طريه. بس هتبداي بقى تقشريها من فوق، تشيلي الطبقه الفوقانيه دي وتحطيها، تشيليها من الورق الزبده وتحطيها في الصينيه اللي قدامك. بصي بقى، هتسقيها باللبن اللي هو عبارة عن كوب الحليب مع اللبن البودرة. تقدري على فكرة تعملي تجيبي لها اللي هي الكريمة عادي مع اللبن بتضيفيها، او قشطة من اللي هي بره برضو بتشتريها من المحلات برضو اضافية. بس احنا حابين ان احنا نقتصد النهاردة، يعني ايه، كفاية اللبن السايب مع البودرة. بس هتبدأي ترشي فيها كده باللبن كده وتسقيها كده. كتري كده ومش تستخسري، يعني كتري. لو بتحبوا من عشاق ان انتوا بتحبوها تكون صوص اللبن يكون فيها كتير شويه، زودوا اللبن برضو. اللبن على فكره عادي، انت معاكي لغايه لتر كامل تحطيه على الصينيه دي. هنا في حتت برضو كانت ناشفه مش طلعت، انا بدات ان انا اشيلها بالسكينه بعد ما سقيتها باللبن. بس بعد كده هيكون احنا عملنا الكريمه وحطيناها في التلاجة. هنبدا بقى نحط الكريمه كده على وشها، وهندخلها برضو التلاجة لما تكون بارده شويه كده وتمسك بعضها. هنبدا بقى نحط عليها صوص الكراميل. تفردي بقى الكريمه، تحطي الكميه اللي انت عايزاها، تحطي كتير تحطي قليل، طبق شوفي، حطي زي ما تحبي، زيني زي ما تحبي. التزيين ده بقى ايه، انت وذوقك وانت وطريقتك بقى. هنا بقى خلصت، هنحطها في التلاجة. هنا بقول لكم ان انا هحطها في التلاجة شويه، نص ساعه ساعه، زي ما يكون زي ما تحبي. وبعد كده بتجيبي صوص الكراميل اللي احنا عاملينه. هنا برضه شوفي تقيل ازاي وحلو ازاي. تقدري على فكره تغمقيه عن كده برضه براحتك، انا حابه اللون هو فاتح ده.
هنا برضو بالراحة. على فكرة ممكن لو الكريمة مش كانت في التلاجة، ممكن اول ما تحط صوص الكراميل ده ينزل من الكريمة من تحت، بس كده لما مش بينزل في الكريمة من تحت مثلا او يختلط بيها، تعرف ان هو مثلا الكريمة كانت في التلاجة ومسكت نفسها. فلازم برضو تبص على التركية دي، لما ممكن تحط صوص الكراميل عليها تقوم نازل في الكريمة كده. وبرضو عادي لو نزل احنا اللي هناكله برضو عادي، مش اي مشاكل. هنا بقى ايه، لو عندك كيس حلواني، انا مش كان عندي كيس حلواني، فتقدري تستخدمي الكيس العاديه برضو، تعملي الشكل اللي تحبيه برضو براحتك. هنا عملنا زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى، حطوا خطوط، حطوا اي حاجه، اعملوا بالطول بالعرض زي ما تحبوا. هتعملي بقى تعمليها كده اكنك بتعملي ايه، خطوط كده، اعملي اي حاجه. بس انا بعد كده حطيت اللي هي خطوط تانية غير المتقطعة دي، عملت برضو خطوط يعني تبقى خط متقطع وخط طويل. انت وذوق بقى زي ما بتحبي، التزيين بتاعك زي ما بتحبي. على فكرة تقدري تشيلي صوص الكراميل ده وتكتفي بالكريمة وتحط عليها قطع مانجا، برضو عادي. هنا وانا بقطعها بقى عندكم على فكرة التقطيعة بتاعتها في اول الفيديو في الطبق تحفة، وطعمها يجنن، ومش متفتفتة، وتنفع تعمليها في جاتوهات، تنفع تعمليها تزينيها، تقطعها من النص تعمليها تورت. هنا الصوص شوفي نازل منها ازاي. وهي بصوا ميكس فظيع بين الكراميل والكريمة والكيكة. ما شاء الله، هتعجبكم الوصفة واتمنى تجربوها.